الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تخطئ أو تكذب. ما معنى ذلك؟ فيه قولان مشهوران. الأول أنه إذا تقارب الزمان، يعني تقارب الليل والنهار في الطول والقصر، مثل آخر فصل الربيع، فإن هذا وقت اعتدال الجو والمناخ، واعتدال صحة الأبدان وعوارضها، فتكون الرؤيا صادقة لأن الجسم صحيح في الغالب. قالوا إن أصدق ما تكون الرؤيا بالأسحار قبيل الفجر. والقول الثاني إنه المراد إذا اقترب زمن القيامة في آخر الزمان. ففي آخر الزمان يحصل اندراس في العلم وفشو في الجهل وكثرة في الشر والفتن، ولذلك المسلم يكون عنده شيء من التعب والغربة. مسلم الحق يكون عنده غربة، يشعر بشيء من الغربة وضعف القدوة، ما يجد من يقتدي به، ويكون في حاجة إلى التسديد في ما يعترضه أو ما ينتظره من الحوادث والفتن. فجعل الله هذه الرؤيا جزءا من النبوة تثبت عند هذه الأحوال وتسدد المسلم وتؤنسه وتطمئنه، يراها هو أو يراها له غيره من الصالحين.